السلام عليكم ورحمة الله. معانا النهاردة صينية سمك بلطي زيت وليمون مشوي في الفرن بطريقة صحية جدا، ومش هتحطي فيها غير معلقتين 3 من الزيت، وهيطلع معاكي عبارة عن زبدة دايب كده ذوبان. تقدري تعمليه بالسمك البلطي او تقدري تعمليه بأي نوع تاني زي السمك الماكريل او السمك البوري، الشعور، اي نوع هيطلع معاكي تحفة جدا. هنمشي على نفس الخطوات بالظبط وهيطلع بمنتهى اللذاذة. نشوف الطريقة بتاعتنا ونشوف التتبيلة الوهمية اللي هنعمل بيها صينية السمك النهاردة زيت وليمون هيبقى معانا عامل ازاي. في البداية طبعا هنحضر التتبيلة بتاعتنا. عندي الكبة لازم انزل فيها بقرن فلفل حامي، واحدة طماطم، ممكن تحط 2 على الكمية بتاعتي الكبيرة. عندي كمان فلفل اخضر بيدي تست حلوة قوي، و2 فلفل احمر بيدي طعم ولون حلو جدا للتتبيلة بتاعتنا. بنزل كمان بمعلقة او معلقتين من الكزبرة، وابتدي بقى انزل بالتوابل بتاعتي، معلقة كبيرة من الملح او على قد الكمية اللي هتستخدميها من السمك. بنزل بالكمون وده اساسي طبعا مع الاسماك، والكزبرة البودر اللي بتدي تست حلو جدا. بننزل كمان بنص معلقة من البابريكا بتعزز اللون، والثوم اساسي طبعا مع الاسماك. بعد كده بننزل بعصير 3 أو 4 ليمونات كبار كده، لان احنا بنعمل السمك زيت وليمون. وكمان بننزل بربع فنجان من الزيت، بس بخليه بره الكبة، بعد كده بضيفه على الخلطة. بنزل باخر حاجة معلقة من معجون الطماطم، بيعزز اللون معايا وبيدي تست حلو جدا وطعامة مش طبيعية لصينية السمك بتاعنا. بضرب بقى كل المكونات وافرمها فرم ناعم، انا عايزاها زي العصير كده علشان تبقى التتبيله ناعمه كده وتتوغل جوه السمك بتاعي وتديله تست عالي قوي. شايفين اللون تبارك الرحمن عامل معايا ازاي؟ ده الشكل اللي انا عايزاه. بنزل بقى بكل التتبيله في بوله كده على جنب علشان اعرف بقى اتبل السمك، وفي الوقت ده بضيف الزيت، لان طبعا لو ضفته في الكبه غير انه بيزيت الكبه وكده بيخلي التتبيله لونها ابيض وفاتح، وانا عايزاها لونها حلو زي ما هي كده. كده كده انا ضفته وقلبته زي ما احنا شايفين كده مع التتبيله، وده الهدف طبعا. شايفين لونها، ريحتها بقى مش قادره اوصفها لكم، حاجه تحفه جدا. السمك بتاعي انا نضفته كويس قوي وغسلته وشلت القشور والاحشاء والخياشيم وكل حاجه والزعانف، ونقعته في ميه بخل وليمون وسبته كده شويه عشان اتخلص من اي ريحه زفاره. بجيب الصينيه اللي هتدخل الفرن وبنزل فيها بشويه خضار كده، بطاطسايه متقطعه بالمبشره ارفع حاجه، وجزر وفلفل بقى اخضر واحمر وسبايسي، وكده طماطم كلها متقطعه ترنشات رفيعه قوي. هاخد بس من التتبيله معلقتين 3 كده على الخضار بتاعي، وابتدي ادعكه كده وامسجه بالتتبيله، بياخد نفس التست الحلو اللي بتاع التتبيله الجميله اللي احنا عاملينها للسمك. بعمل الخضار بتاعي ده فرشه كده جوه الصينيه اللي هدخلها الفرن، واللي هحط فوقيها السمك بتاعي. رصيتها رصه كويسه جدا زي ما احنا شايفين. اهم حاجه نقطع البطاطس رفيعه بالمبشره زي الشيبسي كده، بتبقى طعمها حلو وبتستوي معانا بسرعه، لان السمك ما بياخدش وقت طويل في الفرن. بقيه الخضار بيستوي طبعا بسهوله جدا. صفيت السمك بتاعي من الميه والخل والليمون وجبته كده، هعمل له تشريحات خفيفه كده في الظهر علشان بيبقى فيه كثافه لحم شويه وعايزاه يستوي. وكمان غير انه يستوي بيديني كمان تجزيعات حلوه كده لما بيستوي، والتشريحات دي بتتفتح جوه الفرن فبتبقى شكلها مديه شكل تحفه جدا للسمكه بتاعتي. خلصت السمك كده كله، هبتدي اجيب التتبيله الحلوه اللي ريحتها خطيره معايا دي، واتبل قلب السمك كده زي ما احنا شايفين، تتبيل كويس جدا من كل الاماكن ومن الراس ومن البطن، واروح للفتحات اللي احنا عملناها اتبلها كويس جدا علشان الظهر كده يبقى متبل معايا. كل ما تاخدي من السمك من اي شريحه منه يبقى التست بتاعه ظاهر معاكي كده وطعمه مميز قوي. الليمون مدي ريحة قوية جدا، وصينية السمك دي صحية قد ما هي صحية، قد ما انتي ما بتشميش فيها اي ريحة زفارة. وكمان لونها وتقديمها حلوة قوي كمان، لان هي سمك مشوي في نفس الوقت دايب زبدة كده، وما انتش مستهلكة دهون فيه كتيرة زي السمك المقلي، وفي نفس الوقت مش مشوي بالردة بقى وناشف ومحتاج شواية وحر وصيف وكده.
انا زي ما انتوا شايفين كده ابتديت خلصت الصينيه بتاعتي، بجرنشها بس بالليمون اللي انا عصرته. احنا عصرين 4 ليمونات، خدنا القشر بتاعهم كده عشان ناخد منه الزيست او الريحه بتاعته الجميله. لما يدخل الفرن ريحه بتطلع. رشيت معلقتين 2 من الزيت، ممكن تستغني عنهم. وجبت كمان ورقه زبده كده حطيتها على الوش قبل ما اغطيه بفويل، علشان طبعا الفويل مش صحي ومش احسن حاجه، بس لازم نكتمه كده اول تلت ساعة في الفرن علشان السمك يستوي، وكمان الخضار اللي تحته والبطاطس. بعد ما يستوي بعد تلت ساعة بشيل الفويل من عليه ورق الزبدة واكشفه كده واحطه تحت الشواية، ياخد اللون بقى بتاع التحمير القمر اللي احنا شايفينه ده. اللهم بارك، صينية السمك طالعة معايا لونها بيتحدث عن نفسه، وريحتها بقى يا ريت في حاجة توصل لكم الريحة الخطيرة جدا، ريحة الليمون والتوابل اللي احنا حاطينها مع الثوم والخضار، يعني ريحتهم كلهم تحفة جدا. اللهم بارك، شكلها شهي يفتح النفس، صحية قوي قوي لأبعد الحدود. وكمان ما بتستهلكيش كمية كبيرة من الزيت، يعني موفرة كمان للزيت، وطبعا بتحافظ على صحتك، وده أهم ما في الموضوع. النهاردة عملنا صينية السمك الخطيرة دي، صينية السمك البلطي زيت وليمون. قلنا نقدر نعمله بأي نوع من السمك، سواء البوري أو الماكريل أو الهامور أو الشعور، أي نوع من السمك. حتى كمان ممكن تعمليه مع السمك الفيليه، هيطلع تحفة جدا. أتمنى النهاردة يكون الفيديو البسيط ده عن السمك الزيت والليمون نال إعجابكم وتستفدتوا منه ولو معلومة صغيرة. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات وتعملوا لايك وشير كتير علشان الكل يستفيد. وإن شاء الله أقابلكم دايما في كل جديد، وأشوفكم على خير، وأستودعكم عناية الرحمن، ومع السلامة.